السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وحلقه قويه. وحلقه اليوم انا موجود في الرياض. الرياض من اقوى المدن اللي فيها مطاعم متنوعه وقويه جدا، وانا شخصيا صورت في الرياض تقريبا 6 حلقات او اكثر كمان. الرياض مدينه كبيره تجتمع فيها الثقافات من حول العالم وبالتحديد من الوطن العربي كله. ففي حلقه اليوم جايين نجرب اكلات عربيه تقليديه اصليه في الرياض. بداية حلقة اليوم راح تكون بالفطور الفلسطيني، فجينا على محل بيعمل الكعك الفلسطيني وبالتحديد الكعك المقدسي، مطعم صبابة. طبعا من امنياتي اني اجرب الكعكه في القدس، ولكن حاليا بنجربها في الرياض، مش مشكله. طلبنا عندنا هون عده اصناف من اصناف الفطور الفلسطينيه الاصيله. عندنا هون كعكه بيض والجبن، نبدا فيها هيك على الخفيف. هاي اللي هو النوع اللي بسموه كعك العرباية عندهم. بسم الله. البيض والجبن اللي فيها مزيج ممتاز، والكعكه نفسها اللي بيميزها دائما فيها نكهه السمسم. الكعكة زي هيك كعك العرباي بيكون منتشر في الأردن، منتشر في فلسطين. تبدأ يومك بكعكة بيض كمان. ندخل حاليا على الأطباق الجميلة اللي عندنا هون. وعندنا الكعكة المقدسية اللي نغمس فيها ونظبط فيها الأمور، وعندنا مفرقة البطاطا، وعندنا قلاية البندورة، وعندنا هون المشاط. هاي اختراع مع كاسة شاي بالمرامية على الأصول. نبدأ بالمشاط لأنها سخنة. المشاط هي شغلة بتشبه العجة، ولكن بيكون معها الزهرة. بتكون عبارة عن بيض مع الطحين مع خلطة زي هيك ومعها الزهرة. طبعا في البيت الفلسطيني هاي تعتبر من الأكلات. مثلا لما يكون معمول كوسة محشي، الحفر تبع الكوسة بنعمل فيه مشاط عشان ما يكون فيه أي هدر من أي منتج موجود. مقرمشة، ولكن حاس ناقصها شغلة، ناقصها شوية ملوحة، فبنحطها في التتبيلة اللي هون. طبعا هون جاي مع الكعك هاي الصينية اللي هون فيها زعتر، فيها الدقة الفلسطينية وفيها الزيت، فبنجربها مع الكعك. في فلسطين عادي انك تغمس زيت بدون اي شيء. الكعكة جميلة ومقحمشة ومقرمشة، وكمان انت لما تدخل في دوامة الزيت والزعتر انت مش حتطلع منها، لما تفك ما حتصك. الزعتر عندهم زاكي، ولكن الزيت محتاج يمكن شوية يتحسن. عندنا مفرقة بطاطا وقلاية بندورة. نبدأ بقلاية البندورة، تكون عبارة عن بندورة ومقلية بزيت الزيتون ومعها الفلفل. ميزة قلاية البندورة دائما انها بتكون داخلة مع الزيت، تكون البندورة نفسها ذايبة جدا جدا. ندخل على المفركة. المفركة بتكون عبارة عن بطاطا مع البيض. المفركة من الأكلات البسيطة ولكنها رائعة جدا الصراحة. تجربة جيدة الصراحة. عجبني انهم نقلوا الكعك اللي هو شيء مش منتشر جدا. بعض الأطباق محتاجة تحسين، ولكن في العموم تجربة جيدة. ونروح على اللي بعده. حاليا انتقلنا وبدأنا فقرة الغداء. راح يكون عندنا إن شاء الله عدة مطاعم غداء من مختلف الدول العربية كمان. بدايتنا من مطبخ، الصراحة اخترت المطبخ لأنه أنا شخصيا عندي حب إني أكتشفه. مش كثير موجود في المدن العربية الأكل العماني، نادرا ما تلاقي مطعم عماني. فجايين حاليا على مطعم متخصص بالأكلات العمانية التقليدية، والتعليقات اللي عليه تعليقات إيجابية، ويقال إنه تميز بالأكل العماني. مطعم قمة صلالة. يا سلام، تجربة الأكل العماني احنا قاعدين بنعيشها من الرياض. طلبنا عندهم شغلتين اللي هي يمكن أشهر الشغلات في المطبخ العماني. أول شغلة عندنا الشواء العماني، وعندنا كمان
مضبي الدجاج على الحصى. نبدأ وندخل على طول على الشواء العماني، واللي هو أحد طرق شوي اللحم في عمان. بتكون في حفرة زي حفرة المندي، ولكن اللي بيميزها هي تتبيلة البهارات الموجودة. تتبيلة مميزة، أتوقع فيها فلفل، وفي نفس الوقت بتكون ملفوفة بورق الموز، ومع الرز الموجود عندنا اللي هون اللي هو الأحمر اللي مسمينه رز صلالة، وفي كمان الرز البشاور الأبيض. نبدأ فيها مع الرز الأحمر اللي المفروض هو المميز عندهم. السلطة الحارة. طري ودسم، تشعر بكل ساعة من الست ساعات اللي انطبخ فيها. طبعا في العادة المندي اللي احنا متعودين عليه ما بيكون فيه تتبيلة خارقة، بيكون بسيط. هون اللحم نفسه ممتاز ومتميز كمان بتتبيلة خاصة فيه. عندك ورق الموز اللي هو بيحتوي التتبيلة كمان، وبيعطي له نكهة معينة. واللي عجبني اللحم نفسه فيه سبايسي، فهاي الصراحة معطي إضافة جميلة مش معتادة في باقي أكلات الرز أو اللحم الخليجية. تنفصل من بعض. تجربة شواء عماني موفقة جدا في الرياض. ندخل على الطبق اللي بعده، واللي هو كمان من الأشياء المميزة في عمان وفي اليمن كمان، اللي هو المضبي، وبالأخص في صلالة. صلالة هي معروف إنها أرض المضبي. يكون المضبي على الحصى، فبيطلع أنت عندك طبقة اللي شايفها هون، طبقة كريسبي من الدجاج، بتحس فيه بريحة التدخين. عكس الشواء العماني، سيد النكهة مش البهارات، سيد النكهة التدخين. جربها مع رز البشاور الأبيض. تجربة عظيمة الصراحة. انت بتحس هيك التدخين بيتغلغلك. الرز رهيب، رز نثري وفي نفس الوقت كمان طري ومش ناشف، سواء الاثنين الأحمر أو الأبيض. طبعا الشباب ما شاء الله اللي شغالين في المطعم خدومين جدا واستقبالهم رائع، فجابوا لنا ضيافة من عندهم. عندنا هون القرصان اللي هو العجين، بيكون معه خضار وبيكون عليه الكشنة من فوق. جميل صراحة، تتبيلته مميزة. ندخل هون على الجريش. جيد، ولكن كطبق جانبي حسيت القرصان أذكى عندهم. نخليهم على جنب الآن، نرجع ندوق في الرز والمهم. ولسه ما خلصنا حلقة اليوم، بدنا نشوفكم بعديها في مهمتنا في إكمال الوحدة العربية اللي بعده. وحاليا جايين نجرب الأكل المصري، وبالتحديد اخترنا نجرب الكشري، لأنه في أحد المطاعم المشهورة بالكشري، واللي أصلا جاي من مصر، عنده فروع في مصر وشهير جدا في مصر وموجود في الرياض. الرياض تجمع جميع المطاعم القوية. جاي نجرب الكشري في كشري التحرير. الكشري المصري في الرياض، منيو المطعم بسيط جدا، هو ما في منيو، هو كشري وانت بتختار الحجم اللي بدك اياه. في حجم صغير كبير عائلي، انت لحد ما بدك. وفي كمان رز بلبن راح نرجع له بعد الكشري، خليه على جنب حاليا. وبنسوي خلطتنا. صحن الكشري اللي هون بيكون فيه المعكرونه، بيكون فيه الحمص، بيكون فيه البصل، وبيكون فيه الرز. تيجي معاه الصلصه تبعت الكشري على جنب. نحط عليه من الدقه، وبنعطيه هيك خلطة سريعة. شايف كيف المعكرونة مع الرز كله بتخليه كله يدخل في بعض. بسم الله. نحط شوي من الشطة، ولكن اللي بعرف انها حارة جدا، شوي هيك بس ما انتهوا. الصراحة عجبني الكشري عندهم. بتحس انت بطعم كثير اشياء، بتحس المعكرونة داخل مع الرز مع العدس مع البصل اضافة رائعة، والصلصة نفسها كمان زاكية. هيك تجربة فريدة، انت ميكس كله على بعضه رهيب. وانتشرت فترة أخيرة ناس بيضيفوا إضافات زيادة على الكشري. هون لا، كشري بسيط. ندخل على الرز بلبن أو الرز بحليب. مكوناته بسيطة جدا، رز وحليب. بتلاقي بالتحديد في مصر مطاعم الكشري بتبيع الرز بلبن مع الكشري، أتوقع هي عشان تبرد بعد الشطة والصلصة وكل الحفلة هاي اللي سويناها. واو، شو رائع. بارد ببرد عليك. في نكهة الفانيلا، هاي نكهة خفيفة. نفس الرز بحليب لمحبين المكسرات، في رز حليب بالمكسرات نفسه بالضبط،
ويكون عليه مكسرات من فوق. كانت تجربة صراحة جميلة في كشري التحرير، كشري مظبوط ورز بلبن خرافي الصراحة. أتوقع ككشري أسعاره شوي مرتفعة ولكن أكلهم زاكي الصراحة. واللي بعده، وحاليا جايين نجرب مطعم لبناني، والحلو كمان نفس ما عشنا في كشري التحرير تجربة مطعم جاي من مصر، هون كمان جايين نجرب مطعم جاي من لبنان، مطعم بيعمل كل شيء بيخطر على بالك ومشهور جدا في لبنان، مطعم بربر. لفة الشاورما تبعت لبنان. طبعا بربر مطعم لبناني وجاي من لبنان وبيتميز بكثير اشياء، عنده قسم بروستد، عنده قسم سندويشات غريبه زي السجق والاشياء هاي، وعنده كمان قسم المناقيش والشاورما اللي جبنا منهم في حلقه اليوم. نبدا بالمناقيش عشان ما تبرد علينا. هاي بسموها كوكتيل زعتر وجبنه، نص زعتر ونص جبنه. هاي من اشهر الاشياء اللي عند بربر. عجينته شكلها هيك مقرمشه وفي نفس الوقت خفيفه. نبدا بالجبنه، بسم الله. عجينته خفيفة وطعمها كمان زاكي، مليانة جبنة وكمان جاية سخنة فواصلة دايبة تماما. ندخل على الزعتر. زعتر كويس وعاملين كمان خلطة الزعتر بالزيت بتحس فيها. ندخل على الشاورما، الكلام الكبير اللي معنا، واحدة شاورما لحمة وواحدة شاورما دجاج. نبدأ بشاورما اللحمة. طبعا أكيد الخبز اللبناني والصراحة طري عندهم، ومليانة لحمة من جوا وفيها بقدونس وبندورة بسيطة جدا وبصل. الحلو فيها الخبز خفيف ومليانه لحمه، بتحس انه تتبيلتها مميزه. الصراحه شاورما عندهم ممتازه. شاورما الدجاج بطاطا ودجاج وثوم ومخلل، برضه شاورما دجاج تقليديه جدا. اول ما فتحتها طلعت ريحه الدجاج، وكمان الدجاج كان يتساقط منها، فمليانه دجاج. الدجاج تتبيلته خفيفه والمثومه تبعتهم رائعه جدا الصراحه. أنا دائما بفضل المثومة اللبنانية بتكون ثوم فقط، والخبز عندهم رائع فيه إنه طري جدا. صراحة تجربة جميلة في بربر، أسعاره مرتفعة بباقي المطاعم ولكنه عامل جودة ممتازة، قعدات جميلة، عنده قعدات داخلية وقعدات خارجية. تجربة جميلة في بربر. واللي بعده، وختامها مسك من سوريا الحبيبة. عندنا حلاوة الجبن السورية التقليدية من محل حمص العاصي. هاي من المحلات الصغيرة في السليمانية، مكان شكله بيعمل حلاوة جبن صح. كيف تعرف انه صح؟ لانه عنده نوعين من حلاوة الجبن. طبعا مبدئيا اكيد راح تكون قشطة، مش القشطة المعلبة والكلام الفاضي، هاي اكيد قشطة بلدية، وعنده قشطة غنم وقشطة بقر. المفروض ان البقرة تكون اخف والغنم تكون أدسم شوي. طبعا حلاوة الجبن مبدئيا بتكون عبارة عن العجين اللي من برا بيكون فيها قشطة وسميد وجبنة، ومن جوا محشية قشطة بلدية. نغمسها في القطر على السريع. بسم الله. عالمية. الغنم بتحس فيها هيك زي ما حكيت، تحسها محروقة شوي، هي هيك نكهة القشطة تبعت الغنم. البقر أخف، الغنم أنت بتحس بالحشو أكثر، البقر أنت بتحس بالعجينة أكثر، ولكن كلها حلويات هادية خفيفة لطيفة باردة رهيبة الصراحة. خير ختام لحلقة اليوم. الصراحة كانت حلقة جميلة، أنا شخصيا استمتعت فيها. دائما حلقات الرياض بحبها لأنه الرياض فيها مطاعم جدا قوية. اكتبوا لي أماكن نجربها في الزيارات المستقبلية في الرياض، واكتبوا لي مدن كمان أخرى حابين إن نزورها ونصور فيها حلقات. وما تنسوا تشتركوا في قناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان ما تفوتكم الحلقات الجاي. نشوفكم الحلقة الجاي. السلام عليكم.